طبعا كان المقرر نقل المخيم يوم الثلاثاء الماضي، لأنه المفوضية العليا للشؤون اللاجئين طلبت منا اجتماع طارئ. تم عقد الاجتماع بعد نقاش مطول طبعا مع المفوضية. تم التوافق على تأجيل النقل لمدة يعني أقصى لا تتجاوز أسبوع إلى 10 أيام. يعني المفوضية قررت بإعداد استبيانات معينة بدها يتم إجراءها داخل مخيم طويحينة. فبعد على موجب الإجراءات والاستبيانات هي راح تحدد مدى الدعم اللي ممكن راح هي تقدمه يعني. وإحنا تجاوبنا فيما يعني نحاول إنه يكون شيء مفيد للنازحين للاجئين. أسباب نقل مخيم طويحينة غير مؤهل أن يكون كمخيم يعني ضمن ظروف إنسانية وصحية، لأنه يقول الأرض غير مجهزة، يقع مجرى سيل، يعني أي سيل ممكن يشكل خطر على الخيم والنازحين الموجودين. كونه المخيم هذا هو معترف به من المنظمات الدولية، فما في دعم، يعني الدعم محدود جدا. مخيم طويحينة بعيد عن مركز المدينة، بعيد عن الخدمات، يعني يعتبر منطقة نائية، يعني حوالي 20 كيلومتر 25 كيلومتر يبعد عن مدينة الطب. يعني أقرب مشفى عندك يعني يجوز 30 كيلومتر يبعد عن أقرب فرن حوالي 20 كيلومتر، يعني يعتبر منطقة نائية. المخيم الجديد اللي يعني متعارف عليه حاليا هو مخيم المحمودي. تم تجهيز أرضية، فرشة بالقرابية، تجهيزها بصرف صحي يمنع تشكل السيول، يمنع تجمع الأمطار. تم دحلها بشكل جيد، يعني مجهزة لاستقبال العائلات، راح تكون بظروف أحسن. الدعم انه وعدنا راح يكون افضل، لانه كون المخيم طويحينة غير معترف به من قبل المنظمات. تم رص دحل الارضيه بشكل جيد، قرابيه تمنع تشكل السيول، تمنع تجمع الامطار. مجهز بصرف صحي، مجهز بخزانات المياه راح يعني تكون دائما يتم تعبئتها بشكل مستمر. مجهز ب يعني تواليتات، مجهز خدمات معينة. الأهم من ذلك أنه المنظمات تعهدت أنه بمجرد ما يتم النقل على المخيم الجديد راح يكون في دعم. طبعا احنا ننتظر الدعم، احنا بدنا مصلحة اللاجئين بالدرجة الأولى. حاليا المخيم طويحينة يعاني يعني تربويا صفر، ما في أي نوع من أنواع الخدمة. يعني صحيا عيادة متنقلة تجي 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعات محددة، ما في سيارة إسعاف، ما في مراكز صحية قريبة. المخيم الجديد يعني على موجب الوعود راح يكون في مركز صحي ثابت، سيارة إسعاف دائمة، بالإضافة إلى هو بالأساس كونه قريب من المدينة، أي حالة طارئة ممكن يعني تصل خلال ربع ساعة يكون بالمشفى، مشفى الطاقة هون أو أي مشفى آخر.